أيضا عائشة رضي الله عنها كانت كما نقل ابن القيم ونقله أبو داود بسند صحيح أنها كانت، لعلنا نقرأه نصا حتى لا لاحظ، يقول قال ابن القيم: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. لاحظ، حديث رواه أبو داود بسند صحيح، حديث رواه أبو داود بسند صحيح. أذكر وأنا صغير انتشر عن عالم جليل، لا أريد ذكر اسمه حتى لا أريد ذكر اسمه، عالم جليل من المعروفين في الرياض، كان قد احتاج إلى شخص عندهم دائما في بيتهم وهو كبير، فأمر امرأته وزوجته أن ترضعه وأرضعته، فأمر امرأته وزوجته أن ترضعه وأرضعته، وأصبح منتشر عند أهل الرياض، يمكن أهل نجد كلهم يعرفون أن الشيخ فلان هذا عند الشيخ وأرضعته، وأصبح ولد لهم من الرضاع وهو كبير. وهذا من سعة فقه رحمه الله. ولم ينكر العلماء في وقته، كانوا العلماء أجلاء في وقته، ما علمنا أن أحدا من علماء في ذلك العصر، كان الشيخ ابن باز ويمكن الشيخ محمد الرحمن موجود، يمكن أنا نسيت هل هو في وقته ولا بعده، لكن كان العلماء كثر، كانوا والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله الجميع، كانوا علماء أجلاء موجودين، ما كان أحد ينكر هذا، كان معروف مستقر. لكن اليوم الناس ضعف عندهم العلم، والإشكال الكبير وقل الجهل أن يتحدث فيها من ليس بفقيه. لا، وإذا جاءت مسألة علمية موجودة، طيب كونك ما تعرف المسألة الآن في الكتب موجودة، ليش نحرق الكتب؟ لماذا تنكرها وأنت تعرف؟ ما دام موجودة في الكتب. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على خطر، الذي ينكر هذا ويتعرض للعلماء بالتنقيص وبالسخرية ويسخر من فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سالم، هذا على خطر عظيم في دينه وفي عقيدته. كيف تسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أفتى امرأة أبي حذيفة بإرضاع سالم؟